بك. يبدو أنه من الصعب على المرء أن يكون ملحدا ومدونا في آن واحد. بالفعل توفيق، يبدو الأمر صعبا بل خطرا أحيانا كما سنراه مع قصة مدون مغربي. لكن بداية لابد من الإشارة إلى أن المدونين الملحدين أو ظاهرة المواقع والشبكات والمدونات الملحدة ظاهرة مستجدة على شبكة الإنترنت العربية في السنوات الأخيرة. ومع تنامي شبكة الإنترنت بدأ عدد من المدونين بالمجاهرة بإلحادهم. هذه المواقع تعرف صراحة عن نفسها بأنها مواقع لا دينية، وغالبا ما يدون أصحابها بدون الكشف عن أسمائهم. قاسم الغزالي صاحب إحدى هذه المدونات الملحدة يقول إن إلحاده يخوله مناقشة الأديان من وجهة نظر عقلانية. تحدثنا إليه عبر الويب كام وكان له التعليق التالي: أنا أحترم جميع الأديان سواء كانت سماوية أو وضعية، وأناقشها من منطلق سياقاتها التاريخية وظروف نشوئها. نحن الملحدون مواطنون مغاربة. الهوية المغربية لا تعني بالضرورة أنك مسلم. الإنترنت هو الوسيلة الوحيدة التي من خلالها يستطيع الملحدون أن يتبادلوا الآراء الأفكار كذا، وأن يساعدوا بعضهم البعض في أحيان كثيرة. على الأقل الآن الملحدون استطاعوا أن يخرجوا من عزلتهم. أجزم بأن الكثير من الملحدين استطاعوا تحقيق تواصل واقعي من خلال الشبكات الاجتماعية. الانترنت فضاء جديد لممارسة المعتقد؟ صحيح، سمحت شبكة الانترنت للمدونين الملحدين بممارسة أفضل لحرية المعتقد، وكما يقول قاسم سمحت لهم بالتواصل بين بعضهم البعض، وهو ما لم يكن ممكنا في السابق. ولذا نراهم اليوم مجتمعين ضمن منتديات وشبكات ومجموعات على موقع فيسبوك. لكن الانترنت تعرضهم أيضا لشتى أنواع التهديد والوعيد. قاسم الغزالي يتعرض منذ فترة لحملة ترهيب منظمة، يخبرنا في اللقطات التالية آخر فصولها. وصلتني الكثير من التهديدات على مدونتي وأيضا على صف حساب الفيسبوك. التهديدات تنقسم إلى نوعين. النوع الأول هي تهديدات تتسم بالسب والشتم والقذف وعبارات وقحة يمكن وصفها باللا أخلاقية. هذه التهديدات لا ترعبني ولا تخيفني كثيرا، لكن مؤخرا توصلت بالتهديد إلى حد ما أثار فيه نوعا من الرعب، وهو كان تهديد مكتوب باللغة العربية الفصحى ولا يتعدى السطرين. في الرسالة الأولى يقول فيها صاحب التهديد الذي يحمل اسم أبو حذيفة الأنصاري، ويضع الصورة لأربعة رجال ملثمين على صورة بروفايله الفيسبوك. يقول لي فيها: ستذبح ذبيحة الخراف قريبا. وأرسل رسالة ثانية معنونة بموعد يقول فيها: موعدنا المجزرة الحاجب. والحاجب هي النقطة أو المدينة التي أرتادها باستمرار. وماذا عن موقف السلطات المغربية؟ أخبرنا قاسم أنه لم يجرؤ على تقديم بلاغ إلى الشرطة خوفا من متابعات قضائية بسبب إلحاده. يذكر هنا أن القانون المغربي يجرم بموجب المادة 220 من القانون الجنائي كل من يحاول زعزعة عقيدة مسلم أو تحويله عن ديانة إلى ديانة أخرى. ولكن بعد حديثنا معه لابد من الإشارة توفيق إلى أن قاسم غادر قريته والتجأ إلى قرية بعيدة خوفا على حياته. هذا الجديد نعم، هذا آخر المستجدات، وهو يعد اليوم أوراقه للهجرة نهائيا من البلاد.